بس القمر في اندونيسيا سبحان الله. بس الحجم ده القمر ده، بس الحجم بتاعه اكبر من الطبيعي. دي من الحاجات اللي انا بحبها في اندونيسيا، المنظر ده ما ينفعش تشوف في اي حتة، تحس ان القمر كده ايه قريب منك. اهو بص، بسم الله ما شاء الله. طبعا هو في مصر كان بيبان اصغر من كده، ممكن عشان احنا على الخط الاستوائي القمر بيبان كبير، مش عارف بصراحة. اللي عارف السبب في المعلومة دي بقى يشرح لنا في التعليقات. بص الطريق عامل ازاي، سبحان الله. الشجر جاي على بعضه عامل كأنه مغارة، بس هو الطريق ناقص له شوية نور زيادة. يعني هو الطرق في اندونيسيا مش كلها بتبقى منورة من الحكومة، يعني طبعا النور ده بيبقى ايه، في نور حكومة بس يعني ايه ضعيف شوية، والقمر جه في وشنا تاني. هو الدايرة البيضاء اللي انتوا شايفينها قدامكم هو ده القمر. الأضواء زي ما انتوا شايفين أضواء البيوت بقى. لو انت سايق في حتة ما فيهاش بيوت فهتلاقي الدنيا بقى ضلمة كحل، خصوصا في الطرق اللي هي ما بين مدينتين. ده مش طريق جوه مدينة، ده طريق ما بين مدينتين. احنا كل اللي احنا عمالين نعدي عليه ده قرى. الساعة دلوقتي تقريبا 6:30 و5. هما بيناموا بدري، يعني المحلات تقفل الساعة 10 11 كده شكرا. في القرى بقى بتلاقيهم ان ايه، او في الاماكن اللي هي ما بين المدن دي، بتلاقي ان هم بدري بدري بقى اول ما الدنيا تضلم كله يدخل ينام، او يبقوا قاعدين في البيت بس سهرانين في البيت، لان طبعا مفيش نشاطات بره على الطريق. وهي دي الامر. فهي اندونيسيا حلوه الصبح وحلوه بالليل وجميله في كل وقت. ده أذان العشاء. دي منطقة صاحية بقى. كل اللي انتوا شايفينه ده بقى محلات أكل من هنا لغاية آخر الشارع. ورجعنا للضلمة تاني. دي منطقة تانية برضو صاحية بالليل، بس هم يعني ايه كام ساعة كده وهتلاقيهم شطبوا خلاص. دي بقى بتكون مشكلة لو انت بالليل وبتدور بقى على اكل، خصوصا بقى لو انت نازل 11 بالليل 12 ما بتلاقيش حاجة فاتحة، خصوصا في المدن الصغيرة. المدن الكبيرة ممكن بقى ان انت تلاقي عادي، بس حتى في المدن الكبيرة برضو مش في جميع الأحياء. هو اليوم يعتبر بيخلص من أول 10 11، لازم بقى تشوف مكان بيسهر. ده بقى الناحية التانية، يعني ده مش في الطريق بتاعنا خالص، بس هو موازي ليه. بس المكان ده عايز بقى يتصور الصبح، لأن شكله الصبح جميل بصراحة. ايه بقى رأيكم في المنظر الرومانسي ده؟ دي مية على فكرة، يعني هو في زي بحيرة صغيرة كده تحت، ما انتوا شايفين القمر
والانعكاس بتاعه على سطح المية اللي هو الخط الأبيض اللي تحت ده. ده انعكاسه على سطح المية. بصوا المسجد ده. مساجد في اندونيسيا على فكرة يا جماعة جميلة، بس ده لسه تحت الإنشاء. طبعا العيد القومي بتاع اندونيسيا قرب، فعشان كده أي حد موجود في اندونيسيا دلوقتي هتلاحظ إن في جميع الشوارع في جميع المدن والمحافظات هتلاقي الأعلام الأندونيسية منتشرة في كل مكان. جبل بقى الناحية التانية، وادي المدخل بتاع المدينة. كل حاجة أبيض وأحمر علشان عيد استقلال أندونيسيا 17 أغسطس تقريبا. على فكرة التمثال اللي احنا شفناه في مدخل المدينة ده الرمز بتاع المدينة. كل مدينة بيكون ليها تمثال مخصوص، ليها رمز مخصوص. ده فندق. بس والله شكله حلو. في مدينة سومنب في جزيرة مادورا. ده فندق تاني برضو. وده فندق تالت اسمه مزدلفة. منظر بيبقى جميل ان كل واحد بيبقى حاطط قدام بيته الاعلام بقى. كل واحد حاطط علم اندونيسيا وحاطين زي بيبي لايت كده ابيض باحمر. منظره رائع الصراحة، تحس ببهجة كده.